يلا بينا نعمل سندوتشات بعجينة قطنية وهشة جدا بالشكل القمر ده. سلام عليكم، ازيكم؟ النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة. ووصفة النهاردة ممكن تعمليها بكميات وتعنيها في الفريزر، ولما بتحتاجيها بتطلعيها في الميكروويف 3 ثواني بترجع اكنها لسه جديدة بالظبط ولسه معمولة حالا. لايك وشير كتير للفيديو. ندخل على مقادير وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجة بحتاج معايا نص كيلو من الدقيق يكون متعدد الاستخدامات ومنخول كويس اوي. بعد كده بنزل عليه بمعلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر وذرة ملح و3 معالق كبار من اللبن البودر. واللبن البودر هنا مهم جدا في المعجنات، بجد بيدي تيست عالي اوي. هنقلب كل المواد الجافة بتاعتنا مع بعض. بعد كده بننزل ب3 معالق كبار من الزيت، ويكون زيت نباتي نضيف او قطعة من الزبدة السايحة، ويكون محضرين 1.5 كوباية من المية الدافية هنعجن بيها، لان في دقيق بياخد 1.25 كوباية ل1.5 كوباية حسب الدقيق بتاعك، بس هتنزلي بالمية تدريجيا لحد ما تتعجن معاكي لمدة 10 دقايق وتكون العجينة ناعمة بالشكل ده. بعد كده بنكورها على طول، مش بنسيبها ترتاح ولا حاجة، بنكورها الكور صغير. النهاردة انا قسمتها على 9 كور بالشكل ده. اهم حاجة كل كورة تكون متساوية بالشكل ده يا بنات. بعد لما كورنا كل العجينة بتاعتنا هنغطيها ونسيبها ترتاح لمدة 5 دقايق فقط بالشكل ده، عبال ما نعمل حشوة بسيطة كده للسندوتشات بتاعتنا النهاردة. معايا طاسة وبنزل فيها بمادة دهنية. بعد كده هنزل بقطع من الصدور اللي انا مقطعاها صغير قوي، وممكن تستبدليها بلحمة مفرومة، او لو عندك مشروم فريش برضو بيقضي وبتبقى حشوة حلوة جدا. وممكن تحشيها بجبن ميكس بس وزيتون وخلاص. بعد كده بقلب الصدور بتاعتنا بالشكل ده لحد ما تستوي وتغير لونها كده، واهم حاجة ما تنزلش ميتها. بعد كده بنزل بشوية خضار مشكل، فلفل وطماطم وبصل ولو فلفل الوان، وهتنزلي عليهم بمعلقة صغيرة من الملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا المدخنة، ولو عندك بودرة ماجي انزلي بنص معلقة صغيرة. هنقلبهم كده كويس قوي وتستوى معانا على طول. بعد كده الحشوة خلصت معانا، حضرناها وحضرنا كده كاتشب وحضرنا شوية جبن ميكس، ويلا بقى نحشي السندوتشات بتاعتنا بطريقة لطيفة وسهلة جدا. هنجيب اول كرة وهنفردها قدامنا بالشكل ده، وهننزل بمعلقة الكاتشب ومعلقة كبيرة من الحشوة وشوية جبن ميكس ونقفلها من تحت كويس قوي ونرصهم في الصينية كده. نشوف تاني مع بعض. هنجيب كرة ونفردها فرد بسيط كده، وننزل بمعلقة صغيرة من الكاتشب ومعلقة كبيرة من الحشوة الفراخ بتاعتنا وشوية جبن ميكس، وهنقفلها كويس بالشكل ده. هنكمل كل الكمية بالشكل اللي انا قلت عليها. اهم حاجة السندوتشات بتاعتنا تكوني قافلاها من تحت كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. هعمل باقي الكمية بالشكل ده، وهنحضر بقى السندوتشات بتاعتنا، ونجيب معلقتين كبار من اللبن وربع معلقة من السكر ونقلبهم كويس قوي، وندهن الوجه بتاعنا وننزل عليها برشة من السمسم ورشة من حبة البركة، ونسيبها ترتاح 10 دقايق. بعد لما ترتاح 10 دقايق هنحضر الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200، يكون ساخن مسبقا، وتدخل الفرن هتاخد بالظبط ربع ساعة مش اكتر. ولو عايزة تديها لون من الشواية هتديها لون في دقيقتين وانت واقفة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ودي السندوتشات بتاعتنا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله هتجربوه.